السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، يا رب تكونوا بخير وفي أتم حال وأتم صحة. صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين عليكم يا أولاد. بتعملي ايه يا أم محمد؟ بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا يا حبايبي الطيور بكنس لها على طول، بس طبعا اقل شويه ميه وشويه كنسله وسهيت يومين تحتهم يقوم عامل كده عشان الارضيه طبعا متبلطه. فقلت طبعا الارضيه باشت. فقلت طبعا مطرح ما كنت بغسل لجيسه، والفيديو ده متصور من قبل العيد. فطبعا يوم ما كنت بعمل لجيسه قلت طبعا الارضيه باشت، قلت اما اكنسها وافحرها معاكم كده وانضف تحت الطيور بالمره. دي من ضمن كان تنظيفات تحت الطيور ونعمل روتين. قلت اعمل روتين وياكم تحت الطيور عند الطيور النهارده ونشوف هنعمل ايه ويا بعض. طبعا بهدله والله، الله المستعان. فضلات الطيور طبعا هتقولي ما بتكنسيش. والله يا حبايبي انا بكنس ليهم كل اسبوع، كل 10 ايام. مش هقول لكم كل يوم لان انت طبعا عارفين ان انا تعبانه، وطبعا ما عنديش الا هم شويه الفراخ دول، وبنضف تحتهم على طول زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. والله بتوحشوني يا حبايبي، بتوحشوني. حطوا لايكات كتير كتير للفيديو ده، عاوزاكم تحطوا له لايكات كتير. حطوا لايكات فضلا وليس امر، وكومنتات حلوه منكم ودعوه حلوه كده لأم محمد من قلبكم. وكل سنه وانتم طيبين وتنعاد عليكم الايام بخير وبكامل الصحه حبايبي. بهدله والله، بهدله يا ولاد. يلا الله المستعان. هو النفر بيقول طبعا خلصت، بدأت اخلص اهو. لميتها جردتها زي ما انتوا شفتوا الناحية الناشفة. طب من ايه ده يا ام محمد؟ طبعا فضلات الطيور والفرن طبعا الحمية البلدي. الفراخ بتخش تنكت فيه وتطلع التراب اللي فيه، وهي فضلات الطيور بيعمل زي ما انتوا شايفين كده تحته. طب هعمل ايه؟ قلت اما انضف لهم بقى تنظيفة كده عشان يبقى تحتهم نظيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما احنا لو ما نضفناش تحتهم مش هينفعوا يا حبايبي. هتبص تلاقوهم يعيوا ويتبهدلوا ويا الحر بهدله والله عليهم كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا لايكات يا ولاد، اللايك لايك فضلا وليس امر. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوزاكم تحطوا لايكات كتير جد الدنيا. وزي ما شفتوا طبعا ما شاء الله تبارك الله. طبعا الرز انشتل اهو ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، تبارك لاصحابي يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا قلت طبعا ننضف وطلعت الكنسة ومروة وقفالة على دوبك خلصنا. لقينا بتاع البسارية بيزق زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. فقلت اما احاول اجيب منه كيلو بسارية ب25 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بس والله كانت جميلة ما شاء الله، حلوة وصبحة وجميلة. طبعا انا كنت عاملاها معاكم يا ولاد قبل العيد. مسكتها طبعا اهي هغسلها وانضفها. الفيديو ده من قبل العيد يا حبايبي متسجل. وطبعا كمان النفر تعبان مش قادرة والله انزل فيديو اهي. وشفتوا النظافة حلو، شايفين ما شاء الله تحت الطيور بقى حلو ازاي. النظافة حلو، النظافة من ايمان. يا رب كده يصلح حالنا وحالكم ويرزقنا ويرزقكم. اللهم امين يا رب العالمين. ويرزقنا ويرزقكم الخير كله. اللهم امين يا رب العالمين. شايفين تحت الطيور لما نضف بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله حاجة اللهم بارك. تحت الطيور كده بقى نضيف حلو. طيورنا تكبر وتبقى حلوة وفراخنا تبقى نضيفة، ما تعملش لا جدري ولا تعمل حاجة وحشة في الحر ده. نظافة حلو والله. انا كنت كنسة طبعا في العيد وكنست لهم تاني النهاردة. ويا حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.